تخيل معايا الكارثة دي يا هندسة. يوم الأحد رفعت كود جديد للبرودكشن لخدمة النقاط والمكافآت. السيستم شغال ومفيش أي ايرور واحد طالع في اللوجز، والكل مبسوط. وفجأة يوم التلات بعد 48 ساعة كاملة تيم البيزنس دخل يصرخ: يا جماعة كود النقاط فيه بج، وبقالي يومين بيحسب النقاط للعملاء غلط خالص. السيستم خربان. انت دخلت عرفت البج وصلحت الكود في 5 دقايق وعملت ديبلوي للنسخة السليمة، برافو عليك. بس السؤال المرعب اللي هيطير النوم من عينيك: الداتا بتاعة اليومين اللي فاتوا دي هنصلحها ازاي؟ العملاء عملوا آلاف المعاملات والداتا اتكتبت غلط خالص في الداتابيز. في الأنظمة القديمة زي الرابط MQ الرسايل أول ما بتقرأ بتموت وتتمسح من البروكر، والحل الوحيد للكارثة دي هو إنك تقعد تكتب سكريبتات SQL معقدة يدوي ترقع بيها الداتا العك دي، وغالبا هتعك أكتر. أما لو شغال بأباتشي كافكا فأهلا بيك في عالم الخيال العلمي. كافكا بيوفر لك تكنولوجيا خارقة اسمها الإيفنت ريبلاي أو آلة الزمن. انت تقدر حرفيا ترجع بالسيستم لورا يومين وتخليه يعيد قراءة التاريخ ويصلح نفسه اوتوماتيك. اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهاردة احنا جايين نعرف السحر ده بيحصل ازاي هندسيا. عشان نفهم السحر ده لازم نفتكر مدرسة كافكا اللي شرحناها في كبسولة 13. كافكا مش مكتب بريد بيمسح الرسائل. كافكا هو append only distributed log، شريط تسجيل خرساني ما بيتمسحش، والايفنتات بتفضل قاعدة فيه بناء على الريتنشن بوليسي. مثلا بتحتفظ بالديتا لمدة أسبوع أو شهر. الكونسيومر وهو بيقرأ بيكون معاه مؤشر أو دبوس اسمه الأوف ست. ده مجرد رقم بيمثل هو وصل لفين في الشريط. لما تحصل كارثة البج دي وتكتشفها بعد يومين، التكتيك المعماري بيقولك: أولا صلح البج في كود الكونسيومر واعمل ديبلوي للنسخة السليمة. ثانيا ادخل على كافكا واعمل offset rewinding، أمر سطر كود واحد بتقول فيه للكونسيومر جروب: يا كابتن ارجع بالمؤشر بتاعك لورا 48 ساعة، أو ارجع للأوفست رقم 5000. الكونسيومر المصلح الجديد هيلاقي نفسه رجع بالزمن ويبدأ يقرأ كل الأحداث التاريخية اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا من أول وجديد. وبما إن الكود اتصلح هيحسب النقاط للعملاء صح ويعدلها في الداتابيز أوتوماتيك. السيستم بيعالج ماضيه بنفسه. الكلام ده يبان سحر وجميل جدا، بس في فخ معماري قاتل هيدمر الشركة لو مش فاهم كبسولة 16. لما ترجع بشريط لورا 48 ساعة وتعمل ريبلاي للأحداث، الأحداث دي هتوصل تاني لكل الخدمات اللي بتسمع نفس التوبيك. لو عندك خدمة تانية سليمة زي خدمة الفواتير أو الحسابات وما كانتش مبنية بمبدأ الايدن بوتنسي والدرع الخرساني اللي شرحناها الكبسولة اللي فاتت، الخدمة السليمة دي هتقرأ الأحداث تاني وتفتكرها جديدة وتقسم من العملاء فلوس تاني وتطلع فواتير متكررة وتخرب الدنيا أكتر ما هي خربانة. وعشان كده بنقول الايدن بتونسي هو البريريكويزيت، الشرط الإجباري والوحيد عشان تقدر تستخدم آلة الزمن بتاعة كافكا. بفضل جدول الانبوكس، السيستمز السليمة هتشوف الايفنتات المعاد قراءتها متكررة فتعمل لها اجنور وترميها فورا، والسيستم اللي كان بايظ بس هو اللي هيستفيد من إعادة القراءة ويصلح حساباته بروقان وبدون ما نأثر على باقي المملكة. الخلاصة الهندسية للنهاردة: اللوج بيزد بروكرز زي كافكا بتديك قدرة السفر عبر الزمن ايفنت ريبلاي لإنقاذ الموقف وتصليح الداتا الريترو اكتيف. بس اوعى تضغط على زرار آلة الزمن دي إلا وانت متأكد إن الكونسيومرز بتوعك متسلحين بالدرع الخرساني الايدن بتونسي عشان السيستم ما ينفجرش في وشك.
ولكن صحصح معايا للثانية الأخيرة، لأن في معضلة تانية أكبر. آلية الزمن دي معتمدة بالكامل على إن شريط الأحداث يتكتب سليم وموثوق 100% من الأول خالص. طب تخيل لو الكود عندك كتب الأوردر في الداتابيز بنجاح، وجه يبعت الإيفنت لكافكا فالشبكة هزت والريكوست وقع، كده التاريخ اتمسح قبل ما يتولد أصلا. العميل دفع والسيستم مش هيشحن. المصيبة الهندسية دي اسمها The Dual Write Problem. يا ترى الاركيتكت بيحل المعادلة الصعبة دي ازاي عشان يضمن ان الايفنت يتولد بأمان وما يضيعش ابدا حتى لو الشبكة ميتة؟ جهز نفسك عشان الكبسولة الجاية هنبني فيها صندوق الصادر الخرساني اللي مستحيل يخر مية. استنونا في كبسولة 18 وهندسة الاوت بوكس باترن. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.